صباح صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. انا اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد، هالمره ما تاخرت عليكم. هلا اليوم الخميس بسجل الفيديو هلا الصبحيات، بسجل صوت مع قهوه الصبح، وان شاء الله بلكي للظهر، بعد الظهر بالكتير ان شاء الله بكون ارتفع على النت وشفتوه. المهم كيفكم انتوا؟ طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله كل اموركم تمام. رجعنا للروتين الحياه اليوميه، طلعنا من اجواء رمضان، من اجواء العيد، وخلاص هلا رجعت الحياه لطبيعتها مثل ما كانت قبل. وهلا رح اشارك معكم روتيني بيوم البازار. تمام. هلا بهذا اليوم هو كان يوم ثلاثة، انا بازاري الرئيسي صاير يوم الثلاثة. رحت على البازار، طلعت يعني عن جد شي بحير ما في شي تقريبا، يعني في بس انه كطبخ هيك انه يزبط معي مع عيلتي. ما لقيت غير الباذنجان والكوسة، فقلت لحالي يلا والله بنساوي لنا أكلة مقلوبة، صار لي زمان ماني عاملتها وبرمضان ما عملتها. فجبت كيلو باذنجان تفرق. جبت كيلو باذنجان وعديت على البيم، جبت هذا الرز فرجيتكم اياه، رز بسمتي، هذا كتير منيح للمقلوبة وللكبسات. الكيلو حقه 44 ونص، يعني قولوا 45 ليرة الكيلو، بس كتير ممتاز. بنصحكم فيه إذا مو مجربينه من قبل، أحسن ما تجيبوه من عند السوري، لأنه السوري بيقلكن شعلان بس هو بالحقيقة مو شعلان، بس الكيس شعلان، بس من جوا الرز اللي بقلبه فرط، وبياخد أغلى، بياخد يمكن على الكيلو 55 أظن، ومو شعلان الأصلي، يعني هنا بيعبوه تعبايه وبيحطوه بكيس الشعلان. فالمهم جبته هذا من البيم. أنا يعني أهلي نصحوني فيه، للصراحة هي أول مرة بطبخه، لأنه أهلي جربوه قالوا لي ممتاز وما عاد يبدلوا عنه لما بدهم يعملوا هيك أكلات كبسة ومقلوبة. وجبت كمان فخاد، جبت 4 فخدات كمان أخدتهم من البيم. وهدوك الأكلات، يا سيرة الأكلات، نسيت أعطيهم لبنتي. هلا من شوي راحت على المدرسة، عندها اليوم كورس تايكوندو، بتنزل على بكير. هلا وقت شفتهم تذكرت يا الله خبيتهم مشان قلت لحالي إذا أجت شافتهم ما راح يجيها صبر تعيفهم لتاني يوم، بدها تاكلهم. والله هلا تذكرتهم يا علي ان شاء الله. بس يلا عيتيتها خرجيه ومفطرتها. المهم طبقت اغراضي وبلشت على السريع بالطبخه، بلكي انه قلت لحالي بلحقها ان شاء الله على العشاء، عشان عم بتصير على الساعه 7 المساء تقريبا، انه وقت الجوز عم يصرف بيجيب بنتي من المدرسه ونتعشى سوا. فبلشت مثل ما شايفين، اول شيء حطيت غسلت الفخدات منيح كتير وحطيتهم هلا بالمي لحتى اسلقهم، والباذنجان كمان غسلته وقطعته هيك بهالشكل. جاء على بالي انه اساويها على شكل ما مثل ما بشوفها كتير، بشوفها على النت انه هيك الباذنجانات بيقسموهم بالطول وبيقلبوهم. انا يعني من قبل كنت اقسم الباذنجانة بكر واحطه طبقات، مثلا حوالي 3 طبقات او 4 طبقات حسب يعني كمية الرز اللي عندي، بس انه الباذنجان بكر ما بحطه، يعني ما كنت احطه على حراف الطنجرة. فهالمرة قلت لحالي بما انه عندي هاي الطنجرة، الطناجر الجدد يعني انه جرانيت وما بيلزقوا ان شاء الله، يعني انه رح تنجح معي. فحبيت اغير شكل واجرب هالطريقة. والباذنجان مثل ما شايفين كمان بلشت اقليه، والفخدات بعد ما طلعت الزفرة قشيتها وحطيت المطيبات يلي عندي، بصلة، ورق غار، فلفل حب، قرنفل، وحب هال، انتو حسب ما بتحبوا او حسب المتوفر عندكم. ايه وكمان هون عم بضيف لها ماجي، يعني انا بحب دايما انه نكهة الفروج اعززها يعني بهدول المطيبات بالماجي. بتعرفوا لانه هون الفروج بتركيا يعني ما له طعم كتير، يعني طعمته مي قوية، فاذا ما هيك عملت هالشغلات هدول بمية السلق ما بتطلع له طعمة، يعني بالاحرى ما بتطلع طعمته طيبة. احكولي بالتعليقات ايش رايكم بالفيديو الماضي. صحيح كان طويل بس ما بعرف، انا لقيته كتير حلو وتفرجت عليه مرتين ثلاثة، والتعليقات يلي اجوني كمان عليه خليلي قلبكم كلياتكم. يلي كملوا الفيديو للاخير وكتبوا لي كل عام وانتي بخير، عن جد خليلي قلبكم وانتو بألف ألف ألف مليون خير. خليلي قلبكم هدول المتابعين انا ايش بدي اسميهم، الأوفياء. يعني دايما ما بفوتوا فيديو إلا بيكملوا للأخير وبيعلقوا لي وبيحكوا معي على الواتساب، بيحكوا معي على الخاص، بيعطوني رأيهم. خليلي قلبكم كلياتكم، وإن شاء الله هيك بهمتكم بستمر معكم، لأنه إذا يعني ما في
متابعين، ما في حدا انه متابعني هيك من قلبه، ما حدا بصفقني بصراحة، اكيد رح اعمل واترك. المهم هلا بنرجع للفيديو دغري، انا بسرح بالكلام. بدي اعمل مع المقلوبة خيار بلبن، ما بدي اعمل سلطة، وفي عندي مخلل يعني، وما بدي اعمل عيران. هلا اولادي بحبوا جنب هيك اكلات عيران اكتر، بس قلت يعني عندي هدول خيارات شايفين مأكبرهم. أه انا شفتهم بالبازار كبار، انا بالعاده بجيبهم انعم يعني، ما بجيب هالحجم، بس لقيتهم هيك تقريبا بلديات يعني، انه طقيت الخيارة بالبازار طقت طق هيك وطلع من قلبها مي. قلت لحالي لا، هدول بدهم خيار بلبن. فوالله قسمت هون الخيار، وهذا التوم كمان فرجيتكم اياه انا برمضان قشرته وحطيته بالعلبة هيك مثل ما هو، بدون ما انه ادقه او اديره على الماكينة او على البلندر. هيك لقيت احسن هاي طريقة التفريز. كل ما بدي بطالع سنين ثلاثة مثلا قديش بدي كمية، بدقها بضل طعمته فريش اكتر من انه اديره وبعدين احط له ملح ودريت ملح ليمون واحطه بالمطرمان، عرفته. وحتى هيك ما بيعطي ريحة بالفريزة ابدا ابدا. يعني صار له من اول رمضان تقريبا، يعني مستحيل انه تفتحوا الفريزر وتلاقوا فيه ريحة توم. حتى العلبة لما بفتحها ما لها ريحة، لأنه مثل ما قلت لكم التوم بحاله ما مهروس. وهدول هلا الفخاد بعد ما استووا يعني ما خليتهم أنا قطعت التسجيل، أمي عم بتدق لي هدول عم بستنوني على القهوة. قلت لهم يلا هلا بجي، ما قلت لهم بدي اسجل صوت على الفيديو، هلا قدامي بهدله. يلا ان شاء الله على السريع بخلص صوت وبنزل. يلا بقي لي انا بدقيقه 6 يعني، الله يستر. ايه هلا بعد ما فرمت الخيار مشان الخيار بلبن واستووا الفروجات، دهنت وشهم باللبن وحطيتهم بالفرن. طبعا الفرن انا محميته مسبقا بس لحتى ياخدوا لون. تمام. اذا خليتهم يستووا شو اسمه بالسلق كتير يعني ما راح اقدر احطهم بالفرن، يعني يستووا نظامي بس انه ما يتنهنهوا مع هيك دهنة لبن، وعلى الفرن بيعطوا لون بيجنن. وهلا بلشت بتطبيق المقلوبة. اول شي حطيت طبقة بندورة، طبقة بطاطا، وهذا الشيء اختياري، فيكم تحطوه فيكم ما تحطوه، بس انا بحطه مشان الاولاد يتقبلوا يعني اكتر، لانه بحبوا البطاطا وهيك شغلات. لحظة اطفي النت. طفيت النت عم بدقولي وانا عملته صامت. يلا رح اخلص. ايه هدول ايش كنت بقول لكم، ايه البطاطا والبندوره بحطها مشان الاولاد يتقبلوا يعني اكتر. وهلا بقى طبقت الباذنجانات، وهي هلكتني هاي الباذنجانه، اوقفها وتفلت اوقفها وتفلت، جننتني، ضليت عليها لحتى خليتها توقف. بشوف شلون قلبها صار. يلا مو مشكله. هلا الرز انا نقعته بمي الحنفيه بس مي دافيه يعني مفتره. ايه وبعدين غسلته منيح، وهلا ضفته على الطنجرة، وراح اضيف عليه كمان المي تبع سلق الفخاد. وهيك المي بدها تكون على الوش يعني حوالي اصبعة اقل شوي، لانه الرز منقوع عندي منيح. وراح احطها دغري على الواطي لانه كمان مرقة السلق سخنة يعني ما بردت. فحطيته ووطيت النار وغطيته بهاي شو اسمها، بشكيرة المطبخ او فوطة المطبخ. وهلا هيك استوى وصار عندي شكله بشهي. ما اكل يعني. هلا من بعد ما حطيته، بما انه كانت مرقة السلق سخنة يعني حوالي ربع ساعة على نار هادية، استوى وصار بجنن كتير، صارت طعمته طيبة. وهون زاد عندي شوية مي من مية سلق الفخاد، قلت بساوي عليها شوربة. حمصت شوية شعيرية وضفت عليها حوالي ظرف اندومي. كمان الولاد بحبوها الشوربة بهالطريقة. ايه وصار هيك معي مقبلات يعني شوربة وشو اسمه خيار بلبن. والمخلل طبعا ما بصير بلا. الحمد لله هلا رجعت بقى قادر اكل مخلل، لانه برمضان عن جد ما كنت قادر اكل مخلل، لانه كان هيك ما بعرف على الافطار الواحد يعني معدته بتسكر مدري شلون. وهي مقلوبتنا صارت جاهزة. اعطوني رايكم عن جد، يعني شكلها مو بس انه طلع شكلها حلو الحمد لله، هلا هو يعني شوي هيك ما كتير واو مثل اللي بشوفهم انا على الانستغرام، بس انه لا شكلها حلو عجبني. وهدول الفخدات شوفوا لي لونهم بجنن كتير، لونهم طلع حلو. والحمد لله انه وقت اللي هيك نقسم الفخدة يعني صاير وش مقمر بس القلب متنهنه نهنها كتير، طلعت طعمتهم طيبة. وهي الخيار بلبن كمان صار جاهز.
احكوا لي يا صبايا، اشتقتوا لأجواء رمضان ولا لا؟ هذا الفيديو انا مصورته برمضان لما كنت عم بنزل على السوق مع اختي، على اساس كنت بدي اضيفه على الفيديو تبع يوم وقفة رمضان، انه اخر فيديو برمضان كنت بدي اضيف عليه هذا المقطع. صورت اشتقتوا للمعروكات، احكوا لي اشتقتوا لحلويات رمضان. هذا حلويات الحفار بشارع شرشمبا بالكنت ميدان. كمان كنا معدين من هون واختي اشتهت كتير على المعروك بجوز الهند. انا قلت لكم انه جوزي كان يعني تقريبا كل يوم عم بيجيب معروك الله يرزقه للاولاد، لانه في بجنب شغله محل. ايه بس هون اختي اشتهت كتير بدها تشتري، فدخلت هيك صورت لكم شوي. هاد حلويات الحفار على فكرة كمان حلوياته طيبة ومعروكاته طيبين. اذا مو مجربينه جربوه، بس بالنسبة لنا يعني جوزي ما بيغير عن النواعي ابدا، خلص عجبه ما بيغير عنه. بس كمان هذا يعني اهلي لما بيجيبوا من عنده باكل الحلو عندهم كمان حلو طيب للصراحة، يعني حرام الواحد يحكي ضميره. والمعروك كتير كتير طيب، شوفوا ما شاء الله. محشي جبنة، جوز الهند، شوكولا، قشطة، اللي بدكن اياه. وحتى كمان هون كان مجهز ما شاء الله، الله يفتح عليهم، يعني الصلاة على النبي، الرزق كتير كويس هون بهذا شارع شرشمبا. كراتين العيد، عفوا معمول العيد، الحلويات هالشغلات. وكمان على سيرة رمضان وحلويات رمضان، أنا قلت لحالي إنه رمضان بلا قطايف ما بيمشي الحال. أنا جبتهم يعني شي مرتين ثلاثة أكلنا قطايف برمضان، وسبحان الله كل مرة أنوي إنه أصور ما يصير لي اسمي. أول مرة عملت نص الكمية وكنت تعبانة ما صورتهم. شايفين عم بفرجيكم قشطة، هي قشطة عربي. هدول القطايف لهم قصة. أختي راحت على السوق هي وبابا حتى يشتروا ضيافات العيد. انا وصيتها انه اذا شفتي قطايف، هون كان بالوقفات يعني، لا اذا شفتي قطايف وبدك تجيبي لكم احسبي حسابي بنص كيلو قطايف وربع كيلو حشوه. فوقفت بدها تشتري وكان كتير عجقه، واشتروا من عند من هذا المحل انه الهم والي وهيك. قالوا له يعني انه بدنا حشوه القطايف لبه مو قشطة عربي. اجت على البيت ولا حيطت لهم قشطة عربي، هو يعني البياع خربط. ايه، فايش قال لي جوزي؟ قال لي انه القشطة العربي اذا حطيتيها بالقطايف وقليتيها بالزيت بتدوب، يعني بتدوب ما بتضل مثل ما هي، انه هاي على البارد ما بصير تسخن. قلت له ايش اعمل؟ قال لي خلص القطايف قسميهم وسويهم انه قطايف عصافيري، يعني هيك نيات مثل ما هنن. هلا القطايف قبل مرة لما اشتريت مشبك، عفوا لما اشتريت لقمة بجوز من السوق انا واختي، بيومها كان عامل حيطة قطايف عصافيري وقطايف عادية. سمتهم انا. كان الكيلو القطايف العادي من هذا القياس ب40، وكيلو قطايف العصافيري ب70 ليرة. انا استغربت يعني، وحتى قلت له جوزي، قلت له معناتها في فرق بالعجينه؟ طالما في فرق بالسعر اكيد في فرق بالعجينه. قال لي لا ما في فرق ولا شيء، نفس الشيء. هلا انا بسوي قطايف عصافيري بالبيت يعني على ايدي، كتير سهلين ما بدهم شيء ابدا. بس برمضان يعني انه طالما عم بصح لي انه في مين يجيب جاهز، يعني ما عذبت حالي بصراحه بالناقص شغله وبالناقص جري. وكتير طيبين عن جد، مثل ما بقول المثل، عطي الخباز خبزه ولو اكل نصه. قمت والله سمعت كلمة جوزي، قسمتهم وحشيتهم وحطيت لهم هالقطر، بس ما كان عندي فستق حلبي. بس عن جد يا بنات طيبين طيبين لا تقولوا بس. والعجينة يعني فعلا ما فرقت عن القطايف العصافير يلي أنا بسويهم بالبيت على إيدي. والله أكلنا وتحلينا، وولادي إيش يقولوا لي؟ لهم قطايف عصافير، يقولوا لي لا هذا بان كيك. لك يا عيني قطايف عصافير، يقولوا لي لا بان كيك. قلت له خلص بان كيك بان كيك. المهم كلوا وانبسطوا. صبيه اذا لساتك مستمره معي لهون، يا ريت ما تنسي تحطي لي لايك وتشتركي بالقناه اذا مو مشتركه، وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل لحتى يوصلك اشعار بس انزل فيديوهات جديده ان شاء الله. يلا ها كرجنا خلص الفيديو قدامي، قالت لي الله يعيني. إيه، وش بدي اقول لكم كمان؟ يعني اختم الفيديو، يلا خليني اختمه، ولهون بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه واستفدتوا منه لو شي بسيط. بحبكم كتير وان شاء الله تبقوا دايما بخير. صبايا باي باي. هلا انا رايحه اطلع، بس انتوا كملوها بقيان فيه شي نص دقيقه. باي باي صبايا، تقوشوا قلبي.